وبتصرف كل فلوسك على الانتاج وعلى المنتج بس، محدش هيعرف عنه حاجة. المنتج القوي محتاج تسويق قوي علشان يحقق مبيعات ممتازة، ودي غلطة بيقع فيها كتير جدا من اصحاب البيزنس، ان هو بيهتم بالانتاج وبيهتم بكواليتي المنتج وبيهمل عملية التسويق، او ما بيهتمش بيها، او بيحط لها ميزانية قليلة، والنتيجة بتكون بضاعة موجودة عندك ومفيش حد بيشتري. تعال اقول لك ازاي تقسم فلوسك صح ما بين الانتاج والتسويق. لو صرفت كل فلوسك على المنتج، مبيعاتك هتكون صفر. حتى افضل منتج في العالم محتاج تسويق قوي علشان يعمل مبيعات كويس. القاعدة الذهبية لتقسيم رأس المال ما بين المنتج والتسويق: 50% بس من رأس المال هي دي اللي تصرفها على المنتج، و30% على التسويق، و20% تخليها لتطوير المنتج. الإعلان مش رفاهية، لكن هو لوحده مش كفاية إن هو يحقق مبيعات. لازم تبني براند قوي وهوية واضحة للعميل. عايزك تقولي بصراحة، أنت بتصرف قد إيه على المنتج وقد إيه على التسويق بتاعه؟ وقولي في الكومنتات إيه أكبر تحدي بيقابلك في التسويق، وأنا ساعدك.